اوعى تعمل محضر ضرب قبل ما تتفرج على الفيديو ده. اول ما ربنا يسهل لك الحال وتاخد علقه موت يا معلم، هتجري اول حاجه على اسم الشرطه اللي حصل في دايرته الضرب. ولو كانت الاصابات بتاعتك جسيمه شويه او كبيره شويه، يفضل حد يتصل لك بالاسعاف او انت اللي تتصل بالاسعاف تيجي تاخدك. ولو مش هتقدر تستنى الاسعاف، روح اقرب مستشفى حكومي وتمسك بانك تعمل المحضر بتاعك في نقطه المستشفى دي. ويا ريت قبل ما تعمل الاسعافات بتاعتك تتصور صور فوتوغرافيه على الموبايل بتاعك، وتتصور كمان فيديو وشك ظاهر فيه، وكل الاصابات بتاعتك تكون ظاهره في الفيديو ده. ويفضل لو كان في اي ناس شافت الخناقه او شافت الواقعه دي، تصورهم فيديو وهم بيحكوا اللي حصل في الواقعه وانت في وسطهم. وحاول بعد ما تطلع من الدربكه اللي انت فيها دي تروح مكان الواقعه وتامن هل في اي كاميرات في المكان ده ولا لا، وتصور الواقعه من الكاميرات بتاعه المكان. وما تنساش تاخد اسامي ناس من اللي كانوا موجودين في الواقعه دي، علشان دول يعتبروا شهود رؤيه للواقعه. وبعد المرمه دي كلها يا معلم، انت كده امنت نفسك عشان تعمل محضر محترم على روقان. ولكن السؤال المهم بقى، ازاي اعمل المحضر وبتسأل في ايه وهقول ايه علشان يبقى محضر مظبوط ومحترم؟ ده اللي هتعرفه مني في الفيديو الجاي. فلو ما كنتش من ضمن متابعينا فايتك كتير قوي. ادخل على الصفحه خد لك لفه، هتلاقي حاجات تعجبك، وده وعد مني. شكرا.